السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالي انتصار بيوتي للوصفات الطبيعيه. عواشركم مبروكه ان شاء الله. دابا جاي غير الصيف، والصيف ان شاء الله كيكون عامر بالاعراس. غادي نقدم لكم اليوم وصفه او خلطه او تبريمه للعروس او لاي سيده. ديجا انا راني مصاوبه الخلطه. غادي نقول لكم مكونات. هنا كاين الازير، والاكليل الجبل، كاين الخزامه، البابونج والورد، كاين سنيده والعكر الفاسي او دم الغزال، وكاينه الحنه. غادي نقول لكم المقادير اللي غنحتاجو في هاد او شحال خصنا ديال باش نصاوبوا هاد الوصفه. كناخذوا 3 المعالق ديال الحناء ديال الجسم. غادي نطحنوا هاد المكونات هادو كاملين، خصهم يكونوا مطحونين مزيان ويكونوا مطحونين. غادي نقبطوا 3 المعالق ديال الخزامه او ملعقتين من اكليل جبل او ازير مطحون، الورد مطحون والبابونج مطحون، ونخلطوهم ونضيفوا اليهم 3 معالق من السنيده او سكر سنيده مع القليل من العكر الفاسي او دم الغزال. وغادي نخلطوها، غتجينا واحد الكميه كبيره لان غنحتاجو 3 معالق او 4 معالق للحناء. من بعد غادي نحتفظوا بها في واحد المكان او في واحد الطاسه. ملي نكون غادي ان شاء الله الحمام نديوها معنا، ممكن نخلطوها بالماء الساخن او الدافئ، ولا وممكن اضافه بعض قطرات الحامض. هاد الخلطه او التبريمه كتصفي الجسم، كتوحد اللون ديال الجسم، سيرتو العروس ان شاء الله، الناس اللي مقبلين على الزواج. يعني كل سيمانه تعملها مره او مرتين في الحمام، تدهنها اللحم ديالها او الجسم ديالها، من بعد تخليها واحد ربع ساعه وتغسل عادي. وهاد الميزه اللي في هاد الوصفه انها كتخلي ريحه زوينه، لان هاد المكونات كاملين او هاد الاعشاب كاملين فيهم رائحه زوينه. وها هي الوصفه اللي انا ديجا صاوباها، هي كتبان لكم بان كل شيء فيها مطحون واجد. ان شاء الله في حلقه مقبله او في فيديو قادم ان شاء الله للوصفات. ما تنسوش الاشتراك في القناه ديالي. عواشركم مبروكه.